أيها المشاهدين الكرام الأحباء، على قلبي نعمة وسلام ومحبة في اسم ربنا يسوع المسيح لكم جميعا. أرحب بكم من جديد في خدمة الثلاثاء الأسبوعية، مصليا أن يبارككم الرب ويباركني أنا أيضا من خلال كلمته المقدسة. وكما تعودت أن أذكركم أنكم تعملوا شير من البداية للخدمة، فأرجوكم أن تشاركونا في هذه الخدمة حتى تصل كلمة الله لأعداد كبيرة من الأصدقاء والأصحاب ومعارفنا. كما تعلمون أننا نتحدث في هذه الأيام عن مشاهد من حياة الرب يسوع المسيح. تحدثنا في الأسابيع الماضية عن مشهدين عن حياة الرب يسوع المسيح: مشهد الصبي يسوع المسيح لما راح الهيكل لأول مرة في عيد الفصح، وتحدثنا عن معمودية المسيح من يوحنا المعمدان في نهر الأردن. والنهاردة هنتكلم عن مشهد ثالث، فأرجو قبل أن نقرأ القراءة نستمع إلى هذه الترنيمة التي تعودنا أن نسمعها في بداية الخدمة. وطول أيامي أعيش بأمانة
وساعدنا عشان نحبك من كل القلب. سأقرأ معكم بنعمة المسيح ما جاء في إنجيل متى الأصحاح 4. هنقرأ من عدد 1 ل11. إنجيل متى أصحاح 4 من عدد 1 ل11، ثم نقرأ بعد ذلك عددين من رسالة بطرس الرسول الأولى. أولا من إنجيل متى: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 يوما 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب: مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عالي جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. هناخد آيتين زي ما قلت من بطرس الأولى 5 عدد 8 و9: اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. ليبارك الرب على هذه القراءة. أرجو أن نصلي مع بعضنا البعض وصلوا لأجلي. أبانا، نضع نفوسنا بين يديك الكريمتين، ونضع الكلمة أيضا بين يديك الكريمتين. استخدم هذه الكلمة لمجد اسمك. افتح أذاننا، افتح قلوبنا، افتح عقولنا حتى نستوعب كلمتك. ونشكرك لأن كل الغلبة وكل الانتصار هو في شخصك الكريم المبارك. ساعدنا عشان ننتصر على عدو الخير ونعيش لك بالكامل. في اسم الحبيب يسوع تبارك كل مستمع وكل مشاهد، ولك الإكرام وكل المجد. آمين. كما ذكرت لكم أننا نتحدث عن مشاهد من حياة السيد المسيح. تحدثنا في الأسبوعين الماضيين عن مشهد يسوع الصبي في الهيكل في وقت العيد الفصح، وتحدثنا الأسبوع الماضي عن المسيح ومعمودية المسيح من يوحنا المعمدان. النهاردة هنتحدث عن مشهد ثالث، مشهد التجربة على الجبل، وأنا حطيت لها عنوان استراتيجية إبليس وتجربة المسيح. يعني الحرب الشيطانية اللي بيخطط لها إبليس لأجل يسوع المسيح عشان يوقع يسوع المسيح وحتى لا يصل إلى الصليب زي ما هنشوف بعدين. احنا عارفين إنه الحرب دي مش من دلوقتي، مش من وقت المسيح بس، لكن دي بدأت في السماء لما الشيطان اتعالى، الملائكة اتعالى، هو كان ملاك اتعالى على الله وحب يعني ياخد كرسي الله زي ما مكتوب في أشعياء 14 وفي حزقيال 28. انه كده بيقول كده الكتاب انه حب ياخد كرسي العلي، لكن الله قد أسقطه وجعله يكون الشيطان.
بنلاحظ كمان في المقدمة بتاعتي دي انه الشيطان نجح مرة في جنة عدن، لما دخل جنة عدن وأسقط آدم وحواء في الخطية وفصلهم عن الله. وطبعا هو هلل وفرح وظن انه يعني كسب المعركة مع الله، لكن حقيقة هو اتهزم كمان. لما آدم وحواء حاولوا يغطوا أنفسهم بورق التين، الرب صنع لهم أقمصة من جلد. وهنا بقى اتجنن إبليس، لأنه الأقمصة من جلد جاية من ذبيحة، فعرف إبليس أن هناك خطة إلهية لفداء الإنسان وفداء البشرية عن طريق الذبائح. وطبعا الذبائح اللي جت في العهد القديم هو عرف، يعني بتأكد الفكرة دي. فعشان كده هو اتجنن جدا، وضع خطة كبيرة ومحكمة لإسقاط المسيح ومنعه من الوصول إلى الصليب، ليقطع الطريق على المسيح حتى لا يصل إلى الصليب. وإحنا عارفين إنه استخدم وسائل كثيرة جدا علشان يحبط مشروع الفداء. يعني مثلا من بداية حياة المسيح في ولادته استخدم هيرودس، فهيرودس قتل كل الأطفال عشان يقتل يسوع من ضمنهم، لكن الله أمر الملاك يقول ليوسف ويهربوا إلى مصر، ونجا المسيح الطفل في ذلك الوقت. واستخدم اليهود والكتبة والفريسين والكهنة ورؤساء الكهنة وأسلموا المسيح وعلشان يصلب، وصلب المسيح. وفكر إبليس إنه كده مات وخلاص، لكن بقيامة المسيح حصل لطمة كبيرة لإبليس بالضربة، زي ما بنقول الضربة القاضية. وهنا النهاردة هنشوف مشهد من مشاهد إبليس في حربه مع المسيح، مشهد التجربة على الجبل. طبعا في التجربة على الجبل المسيح كان في وقت خلوة عظيمة جدا، وبيقول لنا الكتاب انه ابليس جربوا 3 تجارب، لكن انا بعتقد انه في خلال 40 يوم دول مش 3 تجارب بس اللي اختارهم الوحي المقدس هنا كنموذج، لكن 40 يوم يجرب من ابليس، يعني اكتر من 3 تجارب، لكن دول نموذج لتجارب ابليس. في هذه التجارب إبليس كان عنده هدف موجه بدقة شديدة جدا، وعشان يمنع المسيح من الوصول إلى الصليب، وده كان كل هدفه. ليه؟ لأنه عارف أن الصليب فيه خلاص للبشرية، وهو مش عايز البشرية تخلص، عايز كل البشرية تروح معاه جهنم وخلاص من عبوديته. ده أزعجه جدا، وعارف أنه في الصليب إبليس سينهزم هزيمة كبيرة جدا، فكان بيعمل ويخطط تخطيط عظيم جدا حتى يمنع المسيح من الوصول إلى الصليب. عشان كده وجه للمسيح 3 سهام اللي هم ال3 تجارب، 3 سهام. السهم الأول موجه إلى الجسد، شهوة الجسد وإشباعها، والسهم الثاني موجه إلى النفس ورغباتها ولذاتها، إلى النفس والذات ورغباتها. والسهم الثالث كان موجه إلى الروح وعلاقتها بالآب السماوي. 3 أسهم بيصيبوا ال3 عناصر في حياة الإنسان: الجسد، النفس، الروح، وهنشوف شرحهم بعدين. وعلى فكرة ده الطريقة اللي بيستخدمها إبليس مع كل مؤمن بيحاربه في الجسد، في شهوات الجسد، سواء بالمرض أو في شهواته وغرائزه. ضرب بولس بلكمة في الشوكة في جسده، وأيوب في جسده، وهلم جرب. وبيحاربه كمان في النفس، إغراءات النفس وشهوات النفس وملذاتها، بالكبرياء وبالغطرسة
وبالغرور والافتخار وحب الظهور، زي ما عمل مع نبوخذ نصر. نبوخذ نصر قال دي بابل اللي بنيتها بقوتي وجاهي وعظمتي، والرب ضربه بياكلوا العشب مع السيران 7 سنين. هيرودس في العهد الجديد لما لبس البدلة الملوكية وجلس على كرسي العرش، والأهل صيدا وسور جم وهو ابتدى يخطب، فقالوا ياه ده احنا بنسمع صوت إله وليست إنسان. الرب ضربه بالموت، ضربه بالدود، ياكلوا الدود وهو حي، الوحيد اللي كانوا الدود وهو حي. الناس الأجساد بتتعفن وتتحلل في القبر، لكن ده وهو حي أكلوا الدود، لأن الله بيقاوم المستكبرين. فهنا بنشوف ازاي الله بيقاوم المستكبر. إبليس بيخلي الإنسان يتكبر، بيضربه في نفسه، كمان بيضربه في روحه. العلاقة اللي بينه وبين الله عاوز يفصل الإنسان عن الله، عاوز يقطع علاقة الإنسان مع الله، زي ما عمل في آدم وحواء في الجنة. ده إبليس بيحاربنا في الجسد، وبيحاربنا في النفس، وبيحاربنا في الروح. عشان كده ينبغي أن نتحذر منه. توقيت التجربة إيه؟ توقيت التجربة مهم جدا، لازم نتأمل فيه. المسيح بعد المعمودية مباشرة، طبعا أنا بتكلم عن المسيح كإنسان، ابن الإنسان، خلوا بالكم من النقطة دي. المسيح نال اختبارات عظيمة جدا في المعمودية، وزي ما اتكلمنا الأسبوع الماضي كان في إظهارات فوقية في المعمودية، يعني انفتحت السماء وحل الروح القدس عليه وكحمامة، وسمع صوت من السماء من الآب، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لم يحدث مع أي إنسان قبل كده. في هذا التوقيت ابتدى إبليس يحارب المسيح. واحد اسمه جورج فورد كتب كتاب اسمه سيرة المسيح، ده كتبه في عشرينات القرن الماضي. قال المسيح كان له 4 معموديات: معمودية الماء، اتعمد بالماء في نهر الأردن; معمودية الروح القدس، حل عليه الروح القدس; معمودية التجربة على الجبل; ومعمودية الدم في الصليب. 4 معموديات. طبعا إبليس شاف المسيح في حالة مرتفعة روحيا، صوم وتكريس وحلول الروح القدس عليه وملء بالروح القدس فيه، يعني حالة عظيمة جدا، وبيتهيأ للخدمة العلنية، الخدمة العملية في حياته، خدمة التعليم وخدمة الشفاء والتحرير والخدمات الإنسانية وخلاص النفوس والفداء لآخره. وهنا ابتدى يدخل إبليس. وده سؤال بيجينا، متى بيحاربنا إبليس؟ إبليس بيحاربنا وإحنا في قمة الروحانيات، في قمة الروحانية، يعني في قمة الشركة الإلهية مع الله. وإنت في الشركة مشبع بالخلوة ومشبع بالروحانية، بيدخل إبليس علشان يفسد هذه الخلوة. زي ما قلت لكم، زي ما عمل مع آدم. آدم كان في راحة وسعادة وشركة مع الله وتواصل مع الله، يدخل إبليس يفسد هذه الشركة. بنقرأ في سفر زكريا عن رئيس الكهنة العظيم اللي هو يهوشع الكاهن العظيم، يعني رئيس الكهنة. بيقول لنا الكتاب، خلينا أقرأ لكم: وأراني، زكريا بيقول كده، النبي زكريا بيقول الكلام ده: وأراني يهوشع الكاهن العظيم. فين شفتوا؟ يقول لنا قائما قدام ملاك الرب. ملاك الرب اللي هو يسوع المسيح، يعني في محضر المسيح، في محضر الله. والشيطان قائم عن يمينه. بيعمل ايه الشيطان؟ ليقاومه. وانت في محضر الله، الشيطان بيدخل يقاومنا عشان يخليك تنام، يخليك تسرح في أفكار كتيرة، بيخليك يعني بطريقة أو بأخرى يفصلك عن الشركة مع الله. متى بيقاومنا إبليس؟ يمكن لما أكون في اجتماع صلاة عظيم وبيلمسني الرب فيه بلمسة خاصة بحضور الله وبقوته، يدخل إبليس عاوز يفسد هذه الشركة واللمسة دي ويشككني فيها. زي واحد إيليا ده رجل صلاة عظيم،
مكتوب عنه ايليا ان رجل صلاة عظيم، صلى فتح السماء، صلى قفل السماء، وقف على جبل الكرمل وصلى، نزلت نار من السماء واكلت الذبيحة ولحست الماء، وقتل انبياء، كان في قمة النجاح وفي شركة عظيمة مع الله. يبعت له حد كده يعني زي ما بيقولوا يحرك الوتد، إيزابل، تقول له طيب انت قتلت الانبياء بتوعي، زي دلوقتي هتكون نفسك زيي. خاف ايليا وهرب وراح الصحراء البرية، وهناك ابتدى يصلي وبيقول له خلاص خد نفسك، كفايه كده الخدمه، انا كان في فشل ذريع ونام، لكن الرب ما سابوش، رافقوا، اشبعوا، اراحوا، ومشى بقوه الطعام اللي بعته للرب، الرغيف الرطف ده والكحك الرطف وكوز الميه 40 يوم، والرب أعد له قيمته من تاني وصعد إلى السماء. ده عمل إبليس بقوم المؤمنين. حتى يعني مثلا حاضر مؤتمر والرب تعامل معاك في المؤتمر ده بصورة عظيمة ونلت الحياة الجديدة، وانت راجع في الطريق يحصل لك حاجة، يقول لك مؤتمر ايه وحاجة ايه والكلام ده كله. ده شغل ابليس، شغل ابليس. ممكن تكون حاضر في نهضة وسمعت رسالة قوية من خادم مبارك وتأثرت وخدت قرار معين، سواء قرار خلاص أو قرار تكريس أو أي نوع من القرار، يدخل معاك إبليس في حوار عشان يشككك. ممكن يكون كمان أنت قررت انك تدرس الكتاب المقدس بعمق في فصول تلمذة، في درس كتاب في الكنيسة، بأي طريقة أو أخرى يقطع عليك الطريق علشان ما تكملش. يمكن واحد كمان الرب بيدعيه للخدمة وإبليس يشككه في الدعوة ويخليه كده يفكر 50,000. أنا بتذكر الاختبار ده معاي أنا شخصيا. الرب لما دعاني وابتديت أخدم بعد الثانوية العامة 3 سنين في كنايس، شبه متجول في كنايس مختلفة، والرب سمح لي أني أسافر لبنان عشان أدرس وأنا وحيد. فالشيطان في أثناء الدراسة في نص السنة على فرصة الكريسماس اللي هي أجازة الكريسماس، كنت بقعد في استراحة الكنيسة وكنت لوحدي، فأبص ألاقي الأفكار بتاعت إبليس بقى بتحوطني، وأنا راكع بيكلمني يقول لي أنت بتصلي، أنت جاي تدرس، تسيب أبوك وأمك الغلابة اللي ما عندهمش غيرك وجاي تعمل لي قسيس ولا تعمل لي خادم ويبتدي يشككني بطريقة، لدرجة إني كنت بصرخ وبقول له يا إبليس اهرب عني. لو حد معاي في الشقة كان يسمع صوتي ويقول ده اتجنن. لكن دي طريقة إبليس، بيفسد فكرك ويفسد أفكارك بشيطانته. هو شيطان. وده وجودك في محضر الله ووجودك في قبول خدمة الله، والطريقة دي بتزعج إبليس. عشان كده الرسول بطرس الآية اللي قريتها عليكم من شوية بيقول اصحوا لأفكار إبليس، اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. ده بيلف كده على طول في بيتك، وانت على السرير وانت في الشارع، بيلف حواليك على طول عشان يصيدك. بيقول لك كده قاوموا راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. أحبائي إبليس مش ساكت. شوف مثلا يوسف، يعني قبل التعب واتباع لفوطيفار، وفي بيت فوطيفار الرب اداله نعمة ونجح نجاح عظيم، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وسيده أحبه والعبيد الخدامين معه أحبوه. يسلط له إيه؟ يسلط عليه واحدة صاحبة البيت، وانتوا عارفين القصة، ويوسف يهرب. كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ مش ممكن. وهرب، وانتوا عارفين باقي القصة، وضعوا في السجن. وبس الرب طبعا رفعه رفعة عظيمة جدا. ده عمل إبليس. ودانيال نفس الشيء، لما نجح دانيال في الوزارة وبقي واحد من 3 والملك حب يرقيه برئيس الكل،
دبروا له، إبليس دبر له مؤامرة عشان يترمي في جب الأسود، لكن الرب رفعه. أحبائي، هكذا إبليس يهاجمنا ونحن متحمسين في الخدمة، ونحن في قمة الشركة مع الله منطلقين في الخدمة، زي ما عمل مع الرسول بولس، لطمه لطمة بالشوكة. لكن شكرا للرب مش هيسيبنا أبدا. أيوب كان في حالة استقرار. أيوب ده راجل كامل ومستقيم، ده بيقول عنه كده الكتاب. ده الراجل ده اللي عمل مذبح في بيته عشان أولاده وأسرته، وكان بيصلي مع أولاده وبيقدم ذبائح باسم أولاده، بيقول لألا يكونوا أخطأوا في السر. إبليس جاله واشتكى عليه، وانتوا عارفين القصة. وهكذا إبليس مش بيسيبنا ولا لحظة، خاصة إذا كنت مؤمن حقيقي، على طول وراك 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 في كل الظروف، بيحاربك وبيحاربني وهكذا. فمن هو قائم فلينظر لئلا يسقط. زي ما قلت إنه هدف إبليس من تجربة المسيح هي إيه؟ إحنا عارفين إنه إبليس كان بيهدف من تجربة المسيح، مش عاوزه يوصل للصليب بس، وعمل الخطة. على فكرة إبليس لما بيعمل خطة مش اعتباطي، لا، ده بيفكر فيها وإزاي يسقط الإنسان. عشان كده إبليس عارف زي ما قلت لكم إنه الصليب خلاص البشرية، والصليب هيلطم لطمة كبيرة، والمسيح هيبيده بالموت ويقضي عليه بالقيامة. وده اللي حصل فعلا. لكن زي ما احنا عارفين انه ابليس وهو بيخطط ده كله وبيحاول بشتى الطرق انه يمنع المسيح من الوصول للصليب، لكن شكرا للرب، الرب يعني كمل الفداء واعطانا حياة ابدية. تصوروا ابليس بيستخدم مين؟ بيستخدم حتى من الداخل. استخدم بطرس، يعني بطرس تلميذ المسيح، لما المسيح كان بيتكلم عن آلامه والصليب، بطرس خده على جنب قال له حشاك يا رب، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ المسيح قال له ايه؟ اسمع يا بطرس، بيقول له كده حشاك لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله بل بما للناس. على الصليب نفسه استغل اللص وقال له إن كنت ابن الله خلص نفسك وإيانا. والناس اللي كانوا ماشيين اللي أكلوا من أكل المسيح وشبعوا وشفوا من أمراضهم، برضو كانوا بيقولوا المسيح يا ناقض الهيكل وبنيه في 3 أيام، إن كنت ابن الله انزل من على الصليب. وهكذا خلص آخرين وما يقدر أن يخلص نفسه. كلها أفكار شيطانية، كل الهم كان عاوز يقطع الطريق على المسيح. أنا عاوز أتكلم معكم عن التجربة الأولى. التجربة الأولى بس النهاردة عشان الوقت بتاعنا بيسرقنا. في التجربة الأولى كان لإبليس خطة جهنمية، خطة يعني زي ما بيقولوا ما ينزلش المية من ايدك، يعني خطة عظيمة جدا عشان يوقع المسيح في الخطية، حاشا طبعا للرب يسوع، ويقطع عليه الطريق على الصليب. فبنشوف أساليب إبليس في هذه التجربة الأولى. أنتوا عارفين التجربة الأولى قال له إن كنت ابن الله اعمل الحجارة خبز. وهنا بنشوف أساليب إبليس. أول أسلوب استغلال الفرص، بيستغل الفرصة. إيه الفرصة؟ المسيح زي ما احنا عارفين كان في البرية، ما يدوبك لوحده، الوحوش حواليه، كان صايم، يعني وقت تكريس عظيم ليه، فيه الحجارة على شكل أرغفة، صايم 40 يوم و40 ليلة. فهنا إبليس استغل الفرصة إنه يسوع لوحده، ويستغل الفرصة جوع يسوع جعان 40 يوم ما أكلش. عشان كده قال له إن كنت ابن الله كل هذه الحجارة تصير. طب يعني
وانت ليه تعذب نفسك؟ ما انت تقدر على كل شيء. وصليب ايه وبتاع ايه؟ كل واشبع وارتوي، وبلاش من الافكار بتاعتك دي. شوفوا المسيح بيقول ايه: ليس بالخبز وحده يحيا الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ده اسلوب ابليس، بيستغل الفرصة، بيشوف اي ثغرة في حياتنا لاسقاطنا في الخطية، محاولا ان يبعدنا عن الله. اديك امثلة. مثلا فرصة المرض. واحد او واحدة مصاب، مؤمن مصاب مثلا بفشل كلوي، ولا ب مثلا سرطان. يقول له: انت مؤمن؟ طب فين الايات وفين اللي بيقولوا الكتاب عنك انا الرب شفيك؟ ليه ما يشفيكش؟ ما الاخوه بيجوا يصلوا لك وانت حالك زي ما هو، وانت زي ما انت. فين الهك؟ سيبك من الالهك ده والكلام ده كله. ويبتدي يشككوا في نعمة الله وفي قوة الله وفي محبة الله. ده عمل إبليس، بينتهز الفرصة، فرصة المرض بالذات. خلي بالك يا مريض، يا مريضة، خلي بالك، اوعى تتشكك في نعمة يسوع. يسوع يقدر يحول المرض لخيرك. ثم بفرصة الاحتياج. واحد تعبان ماليا، مش قادر يسدد فواتيره، مش قادر يصرف على أولاده، مش قادر يعني يكمل المشوار مع الأولاد، يربيهم يعلمهم والى آخره. يقول: طب يا عمي، ده انتوا عندكم آية بتقول الرب راعي فلا يعوزني شيء. عندكم آية تاني الاحتياجات هو بيسددها، يملأ إلهي كل احتياج. فين الآيات دي؟ طب ما تخلي ربنا يكمل معاك، خلي ربنا يحقق هذه الوعود. ده بينتهز فرصة الاحتياج، بينتهز فرصة الفشل والإحباط كمان. لو أنت أصبت بإحباط في موضوع معين، في مشروع، في وظيفة، رايح تقدم على وظيفة، أغلب الناس ياخدوهم وأنت ما ياخدوكش، تصاب بإحباط. يقول لك: ما يعني ربنا بتاعك فين؟ ما لو كان هو، ما يعني أنت تستحق أكتر منهم، ليه بيعمل فيك كده؟ طبعا دي طريقته. الضيقات والوحدة، وخاصة في الوحدة لما تكون في لوحدك، يا سلام يا سلام. يعني لو واحدة أرملة قاعدة في بيتها لوحدها، أو واحد أرمل لوحده في البيت، ده بيستغله، بيستفرد بيه. خلي بالك، خلي بالك، ده استراتيجية إبليس، استغلال الفرصة. بيشوف أي ثغرة عندك عشان يدخل إلى حياتك ويفسد علاقتك مع الله. الشيء الثاني ده مهم جدا برضو، ده عمله مع المسيح. خلي بالك، بيحول الاهتمامات الروحية إلى اهتمامات جسدية. ويقول لك: يعني أنت مؤمن؟ ما هو عمل مع المسيح كده، كأنه بيقول له: أنت جعان، أنت جعان وجسدك ضعف، كل يعمل الحجارة دي أرغفها وكل. ليه؟ عاوز يحود المسيح، يبعد المسيح عن حياته الروحية، الفكر الروحي، المشغولية الروحية بتاعت المسيح، الخدمة المستقبلية بتاعت المسيح في الأمر الجسدي، الأكل والشرب واللبس والكلام ده كله. ده تمام اللي بيعمله معنا. لما زار المسيح مرثا ومريم ودخل بيتهم، مريم زي ما احنا عارفين قعدت عند قدمي الرب يسوع. مرثا حصل لها ايه؟ راحت اهتمت بموضوع البيت، الأكل والشرب والكلام ده كله. تعبت. ما هو ده إبليس بيخلينا نعمل كده، لما بيشغلنا بالطعام وبالشراب وبالبيت أكتر من الأمور الروحية، بيخلينا نغضب، بيخلينا نثور، بيخلينا نتهم يعني الآخرين. دي اتهمت المسيح، بتقول له: أنا تبالي؟ تعبانة. يعني اتهمت أختها بالأنانية. ده كله نتيجة للاهتمامات الجسدية، فبيبعدك عن الأمور الروحية. عشان يقول لك: هو حرام إنك تهتم ببيتك؟ لا، أنا ما بقولكش ما تهتمش ببيتك، لازم تهتم ببيتك وتهتم بشغلك، بس ما تجعلش بيتك وشغلك وأولادك وأصدقائك دول ياخدوا مكانة الله في حياتك. شوفوا الكتاب بيقول لي عن مرثا: وأما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت
وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ بتتهم المسيح. فقل لها أن تعينني. فأجاب يسوع: مرسى مرسى، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد يا مرسى. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. أحبابي، ده شغل إبليس، بيربكك بالأمور العالمية ويخلي الأمور العالمية تاخد مكانة أكتر من الله في حياتك. تنشغل بالبيت، تنشغل بالأولاد، تنشغل بالشغل، تنشغل بالأصحاب، تنشغل بالفسح والرحلات. أنا مش بقول ده كله غلط، لا، بس ما يكونش الله نمرة 2، يكون الله نمرة 1 في حياتك. بيبعدنا تدريجيا عن الله وعن كلمته وعن خدمته وعن تمجيده وعن الشركة مع المؤمنين في الكنيسة. خلي بالك، لأنه هو بيعرف جيدا لما يقدر يبعدك عن كل هذه الأمور ويخليك تهتم بالأمور الجسدية، أنت بتضعف روحيا وترتبك وتضطرب وتغضب وتثور وتخطئ وتنتقد الآخرين بتقصيراتهم. وده اللي عايزه هو منك عشان تسقط في الخطية وتغرق في الخطية وتبعد عن الله. حوالات كتيرة تبعدك عن الجو الروحي، هو ده كل همه، يبعدك عن الجو الروحي. عشان كده احذر انك تركز على الاهتمامات الجسدية اكتر من الاهتمامات الروحية. خليك تهتم بالامور الجسدية اللي هي اعمال الجسد وشهوات الجسد ورغبات الجسد اكتر من الامور الروحية. احبائي، لننتبه، لأنه اهتمام الجسد هو عداوة لله، محبة المال هي عداوة لله. لكن الاستراتيجية الثالثة، عرفنا أول حاجة أنه بينتهز الفرص. تاني أسلوب ليه بيحولك عن الأمور الروحية إلى الأمور الجسدية، ويقول لك ما أنت لازم تعيش، ما أنت لازم تهتم. نعم، بس الأولوية الأولى للرب. نمرة 3، بيحول نظرك وبيحول شخصك عن الأمجاد السماوية، بيبعدك عن تفكيرك يبعد عن الأمجاد السماوية إلى الآلام الأرضية. يخليك تركز على آلامك وعلى مشاكلك وما بتبصش لفوق للسماء والمجد اللي منتظرك والأكاليل اللي منتظرك، بس يخليك أنا تعبان، أنا مريض، أنا مش زي الناس، أنا ظروفي صعبة عفوا، أنا مريض، وهكذا. أنتوا عارفين مزمور 73 عفوا كتبوا واحد مؤمن كان ليه خدمة عظيمة جدا في الهيكل، رئيس فرقة كبيرة في الهيكل اللي هو أساف، مزمور 73. لما تقراه تلاقي مقسوم 3 أقسام. القسم الأولاني أساف بيتذمر وبيشكو وبيقارن نفسه بالآخرين. بعد شوية دخل إلى مقادس الله، عرف الحقيقة، بعد كده خد قرار إنه يتمسك بالرب. خليني أقرأ لكم اللي كتبه أساف في تجربته القاسية. بيقول كده: أما أنا فكادت تزل قدماي، يعني خلاص أنا فشلت، لولا قليل لذلقت خطواتي، لأني غرت من المتكبرين. ببص على الناس الآخرين، إذ رأيت سلامة الأشرار، لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين، ليسوا في تعب الناس، في تعب الناس ومع البشر لا يصابون. يعني دول مش بيمرضوا وإحنا بنمرض وإحنا مصابين على طول. لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشح، جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون، وجعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى في الأرض. بص للناس وبص لنفسه، ويبدو أنه كان عنده تجربة، فبيقارن نفسه بالآخرين، بالأشرار، الأشرار ناجحين والأشرار أغنياء والأشرار وأنا المسكين المجرب. لكن لما دخل مقادس الله وشاف آخر الدول، شوف بيقول لك إيه: لأنه تمرمر قلبي وانتخست في كليتي
وأنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك. يعني بيقولوا سامحني، ده أنا جاهل جدا زي بهيمة، ولكني دائما معك، أمسكت بيد اليمنى، برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. قد فني لحمي وقلبي، صخرة قلبي ونصيب الله إلى الدهر. لأنه هو ذا البعداء عنك يبدون، تهلك كل من يزن عنك. يزن عنك يعني بعد عنك. أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي. خد قرار خلاص، الاقتراب إلى الله حسن لي. جعلت بالسيد الرب ملجئي، بكل لأخبر بكل صنائعك. ده قراره. اوعى تبص للآخرين وتقارن نفسك، بص ليسوع على طول. لما بولس ضرب الشيطان بالشوكة، الأول صلى 3 مرات، يعني ارفع عني هذه الشوكة خلاص. لكن الرب قال له لا، تكفيك نعمتي لأن قوة في الضعف تكمن. شوفوا القرار اللي خده بولس. بعد كده بيقول فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. عمل إبليس بيجعلنا نركز على آلامنا وأمراضنا وتجاربنا وضيقاتنا ومشاكلنا وظروفنا المادية ومشاكلنا العائلية. ده احتياجاتنا عشان يشككنا في أمجادنا السماوية، شككنا في نهايتنا وأبديتنا، ونسينا مواعيد الله ونعمة الله وصلاح الله وأمانة الله. إن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. لو كنت أنت أو أنت اللي بيتابعوني في ألم، ارفع نظرك لفوق، سيب الأمر بين يدين الرب، ولا تشك في نعمته ولا في صلاحه ولا في أمانته. يحول الشر الخير، يحول الألام لبركة في حياتك. آخر حاجة، الاستراتيجية الرابعة، قلنا أول حاجة ينتهز الفرص، تاني حاجة بيخليك تركز اهتمامك على الأمور الجسدية الأمور الأرضية ويبعدك عن الأمور الروحية. تالت حاجة بيحول نظرك من الأمجاد السماوية إلى الأمور الأرضية الزمنية وعلى آلامك الشخصية. حاجة التانية بيحاول يطمس أبصارنا وعقولنا عن غنى النعمة الإلهية، ويذكرنا بالخطايا والذنوب الماضية بتاعتنا. ده شغله. طيب خلاص، أنا يعني داود كتب مزامير، في 7 مزامير بيسموهم مزامير التوبة، من أهم واحد فيهم مزمور 51 داود كتبه بمناسبة السقطة اللي سقطها في الشر، في الزنا مع بس شاب. وبيكتب اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي طهرني الآخري. لكن أنا كنت بفكر بقول ليه داود بيقول خطيتي أمامي دائما ليه؟ ده النبي ناثان جالك وقال لك الرب أنت اعترفت بخطيتك، الرب نقل عنك خطيتك. ده عمل إبليس. ما هو أنا متصور لإبليس مش ساب داود، لا، ده بيخليه يفكر أنت في يوم عملت، وأنت في يوم سويت، أنت قتلت، أنت زنيت. ده شغل إبليس معاي ومعاك. صدقوني ده بيعمل معاي أنا أكتر من كده. بس أشكر الله، الرب اداني فكرة أنا قلتها لكم قبل كده. أنا بعمل كل يوم بختار آيتين واكتبهم واخليهم في جنبي على الكومودينو وأراهم قبل ما انام، وانا ما يعني في البيت احاول اتذكرهم لما يجيب لي فكر قديم من الافكار بتاعت زمان الشباب والى اخره، بصد بيهم على طول. عشان كده يا حبايبي لازم نفكر دائما. ابليس بيحاول يشتكي علينا بالماضي، بيخلينا نعيش عقدة الذنب. لا، خليني ادي لك بيذكرك بخطايا الشباب، بالخطايا السرية، بالخطايا الكبيرة والصغيرة، بيخليك تشعر بالذنب ويولد فيك الحزن والاكتئاب واليأس والفشل، ويزرع فيك الشكوك من ناحية الغفران وخلاصك وأبديتك. أنا أحط قدامك، شوفوا الآيات اللي بتشجعك إنك تعيش منتصر
وما ترجعش للماضي. المسيح إن كنت تبت وإن كنت قبلت المسيح في حياتك، يعني ده معناه إنك أنت ابن الله، مغفورة لك خطاياك. خد الآيات دي من فضلك اللي بتأكد لك غفران خطاياك إن كنت تبت فعلا وقبلت الرب يسوع. بيقول كده: إنه قد طرح خطايانا في بحر النسيان. خلاص في بحر النسيان. شوف الآية الثانية: لأنه لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات عن الأرض قويت رحمته على خائفيه، وكبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. ده مزمور 103 من 10 ل 12. شكرا ليك يا رب. شوفوا كمان في رومية 25 بيقولوا: وحيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. احنا عايشين في نعمة يسوع. من هو إله مثلك، غافر الإثم وصافع عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة ويعود يرحمنا، يدوس أثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. إيه ده؟ إيه ده؟ ده عمل المسيح. شوفوا عبرانيين 8:12: لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. ده عمل المسيح فيا وفيك. الرب بيتمجد في حياتنا. غفر خطاياي، طهرني. إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل يغفر لنا، يغفر الماضي والحاضر وكمان المستقبل، لأننا أصبحنا أولاد الله مغسولين بدمه. أنتوا عارفين لوثر في يوم من الأيام بعد ما تجدد وبيجي إنسان جديد، الشيطان خلاه بقى يفكر في الماضي بتاعه، فجاب ورقة كبيرة وابتدى يكتب كل خطايا، ملى الصفحة بالخطايا. حزن واكتئب، لكن افتكر دم يسوع المسيح، راح جايب قلم أحمر وعمل كروس عليه وقال كده: دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. اعمل كروس على خطاياك. دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية. أنا عايز أختم معاك في هذه الفرصة أحبائي. دي أساليب إبليس، احترس منها. يقول: ملتمس من يبتلعه هو. لا تتساهل مع الفكر الشيطاني. احنا في حرب مستمرة. مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء لآخره. كمان احفظ كلام الله وصد إبليس بكلمة الله. اقرأ الكتاب المقدس وطلع آيات ضد إبليس وحارب إبليس بكلمة الحق، بكلمة المسيح. حاربه بالكلمة. ثم اركع وصلي وكن ليك شركة مع الرب واصرخ إلى الرب لما يحاربك إبليس. تمسك بمواعيد الله. الرب يدينا نعمة. هكمل معكم الأسبوع الجاي بنعمة يسوع إذا أبقانا الرب في الوجود لباقي التجارب، ونشوف فيها إزاي الرب بيسندنا وإزاي إبليس بيحاربنا. الرب يبارككم. ما تنسوش تعملوا شير من فضلكم، أرجوكم. خلي الكلمة تصل لأكبر عدد من الناس. خليني أصلي معكم. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك جدا جدا جدا. وإن كان لنا حرب مع عماليق من دور فدور، لكن نصرتنا في شخص ربنا يسوع المسيح الذي جردوا تجريد عظيم، أفلسوا، ضربوا، حطموا، أبادوا. شكرا ليك يا رب. أنا بصلي الليلة وبطلب وجهك يا سيد الرب تحمينا تحت دمك باستمرار، وتدينا سلاحك الكامل. خلينا نستخدم كلمتك في صد إبليس. نركع أمامك ونصوم ونصلي لأجل نفوسنا ولأجل الآخرين، عشان نكون في حمايتك باستمرار من عدو الخير الذي يقول ملتمسا من يبتلعه هو. احفظ أولادك يا رب تحت دمك، واحفظ بناتك تحت دمك، وكمل معانا حياتنا بالقداسة. نعيش حياة القداسة وتكون لنا شركة مقدسة معك باستمرار. في اسم ربنا الحبيب أرجوك تبارك إخوتي وأخواتي المتابعين في هذه الليلة أو في هذا الوقت وفي كل الأوقات القادمة، وتبارك حياتهم وتستخدم كلمتك لمجدك يا سيد الرب.
والآن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون معنا أجمعين وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين. والرب معكم.